صينية المكرونة بالبشاميل دايما بنعملها باللحمة. النهاردة هعملها معاكم بحشوة مختلفة عن اللحمة، هنعملها بحشوة فراخ حلوة جدا. وهقول لكم ازاي البشاميل نفسه يطلع معاكم جوسي، ما يطلعش ناشف، لان هو ده اللي بيحلي معانا المكرونة بالبشاميل. المكرونة بالبشاميل المظبوط لازم البشاميل بتاعك يبقى مظبوط ويبقى جوسي وطري كده، ما يطلعش معانا ناشف، لان هو ده اللي بيحلي المكرونة. زي ما انتوا شايفين كده ال- القطعة بتطلع معانا متماسكة، وفي نفس الوقت البشاميل اللي بيكون جوسي جدا، وهو ده اللي بيميز معانا صينية المكرونة بالبشاميل. وزي ما قلت لكم هعملها معاكم بحشوة فراخ كده تكون حلوة بديلة للحمة. ان شاء الله هتعجبكم جدا، مكوناتها سهلة وبسيطة. وهقول لكم برضو ازاي البشاميل زي ما قلت لكم يطلع معاكم جوسي وما يطلعش معاكم كده مكلكع، وينجح معاكم. يعني اي حد هيقدر يعمل الصينية الحلوة دي. ان شاء الله تجربوا الطريقة والمقادير بنفس الطريقة اللي هقول لكم عليها وتعجبكم جدا. تعالوا نشوف الطريقة والمقادير وازاي هنحضر الوصفة الحلوة دي. بصراحة شكلها وطعمها كان شهي جدا. اول حاجة بالنسبة للمقادير، في طاسة على النار هحط معلقتين كبار من الزيت، هسيب الزيت يسخن كويس جدا. وبعد كده بكون فرمة معايا نص كيلو من الفراخ، دي صدور فراخ، وبفرمها في الكبة لحد ما تبقى بالشكل ده. اول حاجة هنزلها على في الزيت تكون النار عالية. هبتدي اقلب الفراخ، هي هتنزل السوائل اللي فيها، وبعد كده هترجع ان هي تنشف شوية، هتستوي في السوائل بتاعتها. يعني هقلب فيها كده لحد ما الفراخ تستوي وتبتدي تاخد لون وتشرب كل السوائل اللي نزلتها، تبقى ناشفة معانا بالشكل ده. هشيلها بقى في طبق، وبعد كده في نفس الطاسة هنزل بمعلقة كبيرة من الزيت، وهكون مقطعة معايا شوية من الخضار عبارة عن بصل متقطع بالشكل ده. هنزل بالبصل الاول هدبله، انا مش عايزاه يعني يدبل قوي، يا دوب بس ياخد لون. وبعد كده هنزل بشوية من الفلفل المشكل، بيدي طعم حلو قوي للحشوة، سواء كنا هنستخدم فراخ او كنا هنستخدم لحمة. هدبل بقى برضو الفلفل مع البصل، مش عايزاهم يتهروا وعايزة الخضار يبقى له طعم كده، فانا مش ههريه. وبعد كده هنزل بقى بالفراخ على الخضار بالشكل ده. وهكون مجهزة معايا التوابل، عبارة عن معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود والبابريكا والكمون وبهارات الفراخ والكاري. والتوابل دي بتدي طعم حلو قوي لحشوة الفراخ اللي معانا النهاردة. هنزل بقى بالتوابل كلها كده على الفراخ والخضار، وبعد كده هقلب بقى على طول. هسيبها بالظبط كده حوالي 4 دقايق او 5 دقايق. الفراخ هتبقى ناشفة معايا شوية، لما هنزلها على الخضار هيبتدي ان هو يطريها، ومع التوابل بقى هتديلها طعم حلو قوي. ضفت كمان معلقة صغيرة من صلصة الطماطم الجاهزة علشان تدي لون حلو كده وطعم حلو قوي للفراخ. وانا بقلب كده الفراخ او بشوحها مع الخضار، لو حسيت ان هي ناشفة شوية بديلها شوية من المية كده علشان اطر الفراخ معايا، لان انا مستخدمة الصدور. طبعا تقدروا تستخدموا الوراك لو متاح عندكم، تفرموها بنفس الشكل وتعملوها، وبتكون كده جاهزة ومستوية معايا. زي ما قلت لكم اهم حاجة ما نهريش معانا الخضار قوي علشان يدي طعم للفراخ. بعد كده في حلة كبيرة هنزل بكثير من المكرونة، هبتدي ان انا اسلق المكرونة. هسيبها كده 5 دقايق، مش هغطيها علشان ما تفرش. وهنرجع بقى للبشاميل. معايا 2 كيلو من اللبن البلدي، هضيف عليهم 5 معالق كبار من الدقيق على البارد كده، ومكعب كبير من الزبدة. وكمان هضيف مكعبين من مرق الدجاج، بيدي طعم حلو للبشاميل على البارد كده. دي انجح واحلى طريقة للبشاميل، ومستحيل يكلكع معاكم بالطريقة دي. هقلب بقى دي مع الزبدة مع المرقة اللي احنا ضفناها على البارد. بعد كده اشغل النار، وبعد كده هظبط بقى الملح، معلقتين صغيرين من الملح وربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. وهقلب بقى بعد كده، طبعا بشغل النار. واخر حاجة بقى بضيفها هي 4 معالق كبار من الجبنة الرومي، بتدي طعم حلو قوي للبشاميل. تقدروا تستخدموا اي نوع جبنة كريمي تفضلوه بديل للرومي، بس انا بصراحة الرومي بتدي طعم حلو اكتر. هقلب بقى البشاميل كده على نار وسط لحد ما يبتدي يربط معايا ويوصل للقوام اللي انتوا هتشوفوه معايا ده، لا هو خفيف قوي ولا هو تقيل قوي. ده القوام المظبوط للبشاميل. بكون بقى هنا سلقت خلاص المكرونة، والحشوة جهزت معايا، والبشاميل خلاص
زي ما انتوا شايفين كده مظبوط معايا جدا. في صينيه بقى انا هستخدم الصينيه دي عشان اكبر شويه واعمق، بديلها فرشه بس من الزبده، وبعد كده بنزل بنص كميه المكرونه بظبطها كده في الصينيه، وببتدي بقى ان انا اضيف البشاميل اللي احنا جهزناه مع بعض. الاتنين كيلو حليب بالنسبه لكميه المكرونه اللي انا هستخدمها النهارده بتكون مظبوطه جدا. ما تقللوش كميه البشاميل او اللبن علشان يديلكم بشاميل كده جوسي، وما تكونش صينيه المكرونه ناشفه معاك. هنزل بقى بحشو الفراخ كده على المكرونه بالشكل ده بعد ما اديت لها شويه من البشاميل، وهنزل برضو على الحشوه بعد ما بسويها كويس جدا كده في الصينيه وبفردها كده على الصينيه كلها. بديلها برضو 3 مغارف كده من البشاميل وشوية من الجبنة الرومي، ده بيدي طعم حلو لخلطة الفراخ، وكمان بيديلها تماسك علشان لما نيجي نقطع المكرونة في الاخر المكرونة الفراخ ما تسيبش المكرونة كده. واخر طبقة من الصينية بديلها بقى شوية من المكرونة، ما بنكترش في الطبقة التانية من المكرونة علشان ما تبقاش ناشفة معانا، تبقى طبقة رقيقة كده يدوب بس بغطي حشوة الفراخ. واخر حاجة بقى بضيفها هي البشاميل. كل كمية البشاميل اللي بقى المتبقية معايا بضيفها على الطبقة التانية من المكرونة بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة علشان البشاميل يكون معاكم مظبوط، قوام البشاميل نفسه يكون مظبوط، واللبن اللي هتستخدموه استحسن ان هو يكون لبن بلدي، بيكون دسم كده وبيدي طعم حلو بصراحة اكتر للبشاميل. بظبط بقى البشاميل كده في الصينيه بالشكل ده. واخر حاجه بضيف شويه من الجبنه الرومي بتدي طعم حلو قوي، وشويه بقى كده من الجبنه الموتزاريلا. بحط بقى كميه مناسبه كده من الجبنه الموتزاريلا مع الجبنه الرومي، بصراحه الميكس ده بيدي طعم حلو قوي في الاخر. وندخل الصينيه بقى على درجه حراره 200 من تلت نص ساعه. اول ما تتحمر كده مش عايزينها تنشف، اول بس ما الجبن تسيح وتتحمر تاخد اللون ده اللي انتوا شايفينه، بنقفل بقى الفرن وبنطلعها وبنقطعها بقى. يا اما تقطعوها وهي سخنة لو عايزينها ان هي تطلع سايحة اكتر كده وجوسي اكتر، او تستنوا لحد ما هي تهدى. انا بصراحة استنيت لحد ما هي تهدى كده شوية وبدأت ان انا اقطعها. زي ما انتوا شايفين المكرونة متماسكة والبشاميل جوسي جدا، بصراحة طعمها كان تحفة جدا، وحشوة الفراخ فيها طعمها حلو. بسيطة جدا، مكوناتها بسيطة، مش شرط مكرونة بالبشاميل دايما نعملها باللحمة، او لو مش متوفر لحمة ما نعملهاش، لا بالعكس حشوة الفراخ كده مخليها طعمها مختلف. وكمان يعني مش شرط كل مرة لحمة، ممكن نعملها مرة باللحمة ومرة بالفراخ. انا ان شاء الله قريب باذن الله هعملها معاكم بقى بحشوة اللحمة المعتادة اللي احنا متعودين عليها. زي ما انتوا شايفين كده المكرونة جوسي جدا والبشاميل تحفة جدا. اهم حاجة ما تحطوش صينية المكرونة في الفرن كتير علشان البشاميل ما يطلعش ناشف معاكم، وحاولوا تظبطوا قوام البشاميل عشان تطلع معاكم بالشكل الحلو ده ويطلع معاكم جوسي وحلو جدا. دي كانت وصفتي البسيطة النهاردة، جربوها على طريقتي وان شاء الله تعجبكم. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة علشان توصلكم اشعارات بكل وصفاتي الجديدة. نتقابل ان شاء الله في وصفات تانية جاية كتير. اسيبكم في امان الله وسلام.